بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا مكاوي بالنسبة لشهادة ابنك وهو أخونا عثمان وأخو جميع السودانيين، أي طموحاتك كانت شنو ساعد رسلوا لك الشهادة بتاعت عثمان يتشهد؟ والله أنا فرحان. الله أكبر. أنا فرحان. الله أكبر. نعم. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله ربنا يجعل الأبوين كلهم أمثالك إن شاء الله. وديل الأطفال وديل الأطفال اللي هو عثمان مكاوي، ديل أبناؤه، ديل يتامى، ديل أبناؤه، هم ديل الواقفين، ديل أبناؤه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. وده أخوه شقيقه. ما رسالتك مبارك. لا أنا فخورا بأخي بأنه ما هو توفى، بأنه ما قاعد يحب الوطن وبيحب السودانيين كلهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله برحمته ويجعل له من فسيح الجنات إن شاء الله. وإن شاء الله أبناء ده هيكونوا أبطال زي ما هو أبطال. الله أكبر. ابنه الصغير ده نعم قبل شوية كان قال لي يا عمي نعم أبوي يتوفى بطل، مش قلت له الله نعم ليه يا توفى بطل؟ أنا ما ببكي. يا أنت سلام. ما بتبكي، ما في زول ببكي أو إذا أبوه مات بطل. نعم شوف هو صغير بقول لك الكلام ده، نعم. ما بالك إذا بقى كبير. الله أكبر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الشعب السوداني كلهم يكون أمثال أخوي عثمان مكاوي جبريل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نعم يا شرف. أخو شهيد عثمان مكاوي. نعم إني شرف الدين مكاوي. نعم نعم نتمنى ربنا يرحمه ويغفر له، إن شاء الله. وأنا فرحان بوفاه بشهادته كمان. الله أكبر. وأنا كمان نتمنى الناس تبقى أمثاله، الله أكبر. ونتمنى الناس تكون بتحب الوطن كما أخوي. نعم. ربنا يرحمه ويغفر له بحب الوطن. الله أكبر. بارك الله فيكم جميع أهل السودان. الله أكبر. فدائين، شباب، أطفال، يتامى، أبناء عثمان الحوساوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أبطال مثل أبيهم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. هذه هي رسالتنا. فطبعا أم الأطفال هي داخلة في الأسر كما تعلمون يعني. فهذه رسالتنا إن شاء الله. دي عائلة عثمان الحوساوي من ولاية نيل الأبيض، محلية كوسي الحوساوي إن شاء الله.